الأهلي يتعجب مما يتردد عن رفض إمام عاشور تجديد وتمديد عقده مقابل 35 مليون جنيه في الموسم، ويؤكد أنه ليس منطقي على الإطلاق مفاتحة أهم لاعب في الفريق حاليا في تجديد عقده في هذه الفترة الحساسة وقبل المباراة الأهم للفريق هذا الموسم، وأنه لابد على الصحفيين أن يتحروا الدقة ويراعوا ضمائرهم قبل ترديد تلك الشائعات. جريدة اليوم السابع تؤكد توصل الأهلي لاتفاق مع نادي فاركو على ضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمدة 4 مواسم مقابل 40 مليون جنيه. عماد النحاس يميل بشكل كبير لاستمرار ثنائية ياسر إبراهيم ومصطفى العش في الدفاع أمام فاركو رغم تألق أشرف داري وظهوره بشكل جيد جدا في التدريبات. عماد النحاس يعيد أسامة أبو علي للمشاركة أساسيا في مواجهة فاركو القادمة بعد مشاركته بديلا في المباراة الأخيرة، واللاعب يمني النفس أن يستمر في التألق والتسجيل لقيادة الفريق لتحقيق اللقب. ريفيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي يعود بعد غد للقاهرة برفقة جهازه المعاون بالكامل لتولي المهمة بشكل رسمي بعد مواجهة فاركو التي ستقام الأربعاء القادم. تريزيجيه يصل القاهرة ويقضي أجازة قصيرة مع عائلته قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي بعد مواجهة فاركو. برنامج المجلس الشهير في قطر يشيد بتريزيجيه بشكل كبير واحترافية لاعب الأهلي الجديد وتقديمه كل ما لديه حتى آخر مواجهة له مع نادي الريان قبل رحيله عن الفريق. وفد رفيع المستوى من السفارة الأمريكية بقيادة هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية في مصر يزور مقر النادي الأهلي غدا لتنسيق كل شيء مع إدارة القلعة الحمراء قبل توجه الفريق إلى مدينة ميامي الأمريكية في بداية الشهر القادم. صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ونجم الكرة الإفريقية السابق يؤكد ثقته في تقديم الأهلي والترجي وصن داونز والوداد صورة جيدة جدا عن كرة القدم الإفريقية في كأس العالم للأندية، وتمنياته الكبيرة بأن يصلوا لأدوار متقدمة في البطولة. المالي أليو ديانج يؤكد للصحافة السعودية سعادته الكبيرة للعودة للعب بقميص الأهلي مجددا في كأس العالم للأندية، ويصف القلعة الحمراء بالعائلة التي يفضلها. رابطة الأندية تؤكد لنادي بيراميدز صعوبة تأجيل مواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات الدوري لوجود أجندة دولية تمنع ذلك بخلاف الأهلي الذي يرتبط بكأس العالم للأندية الفترة القادمة وعدم وجود أي موعد آخر لها، وتؤكد بأنها على مسافة واحدة من الجميع ولا تؤجل للأهلي وترفض التأجيل لبيراميدز مثلما يردد البعض، والدليل ما حدث مع الأحمر موسم 2022-2023 وإجبار الأهلي على خوض مواجهات المقاولون العرب قبل مواجهة مصرية أمام صن داونز أيضا في جنوب أفريقيا ب4 أيام فقط، ورفضها كل مطالب الأهلي لتأجيل المباراة وقتها. بعض النقاد الرياضيين يؤكدون أن وزير الرياضة أشرف صبحي حاول في الساعات الماضية إقناع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا البيراميدز يكون الأخير ممثل مصر في البطولة ويحتاج إلى المساندة، لكنه فشل في إقناع أحمد دياب بتأجيل المواجهة. جماهير الأهلي تسخر بشدة من قيام المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف رضا عبد العال لمدة أسبوع واحد فقط في ظل تجاوزاته المستمرة ضد الأهلي. عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي يؤكد أن كاظم إبراهام اللاعب الذي انتشرت صور له مع لاعبي الفريق من التدريب لاعب إيفواري وليس نيجيري مثلما تروج بعض الصفحات، ومتواجد في قطاع الناشئين منذ فترة، وهناك إمكانية لقيده في الموسم المقبل بعد تقديم اللاعب مستويات مقنعة الفترة الماضية ووصول تقارير إيجابية للغاية عن اللاعب وإمكانية تقديمه الإضافة للفريق في خط الوسط. حساب الأرقام والإحصائيات على موقع إكس يسخر من نادي الزمالك وتشجيع جماهير الأبيض لبيراميدز بدور الأبطال، ويؤكد أنه في حال فوز بيراميدز باللقب الموسم الحالي سيضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 وسيتخطى عدد مشاركات الزمالك في البطولة والذي لم ينجح الأبيض على مدار تاريخه في الصعود لها سواء بنظامها القديم أو الجديد. شادي محمد نجم الأهلي السابق يؤكد ثقته الكبيرة في إدارة الأهلي القانونية وقدرتها على التعامل مع أزمة مباراة القمة بعد وصولها للمحكمة الرياضية، ويؤكد أنه لا يشعر بأي قلق على الإطلاق على بطولة الدوري، وواثق من حصول النادي على حكم في صالحه بهذه الأزمة لالتزام النادي باللوائح والقوانين. اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب تدرس جديا تنفيذ نفس الفكرة التي نفذتها الفيفا مع كأس العالم للأندية وإرسال كأس البطولة إلى كل البلدان العربية المشاركة في الحدث خلال شهر نوفمبر القادم للترويج للبطولة بشكل أكبر، في ظل رفض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول إقامة معسكر بدون المحترفين ولاعبي الأهلي الذين سيتواجدون في كأس العالم للأندية. حلمي طولان يدرس جديا إقامة معسكر للمنتخب الثاني في يونيو المقبل للتحضير بشكل جيد لبطولة كأس العرب والوقوف على قوام المنتخب. نادي الزمالك يستغل رغبة سموحة في عدم تجديد إعارة محمود صابر ويدرس تقديم عرض البيراميدز لضمه في الموسم المقبل لتدعيم خط الوسط. وسط اهتمام الزمالك الكبير باللاعب، نادي الدحيل القطري يقدم عرض ضخم للجناح الجزائري عادل بولبينا لتدعيم صفوفه في الموسم القادم. عبد الله السعيد يتمسك بالحصول على 40 مليون جنيه سنويا للتجديد للزمالك ويرفض تماما التنازل عن مطالبه في ظل تلقي عروض أكبر من الدوري الليبي.
اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية لحضور 30,000 مشجع في نهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز والتي ستقام باستاد القاهرة. نادي الزمالك يرفض رحيل أحمد فتوح ويتحفظ بشدة على رغبة اللاعب في الخروج لأحد الدوريات الخارجية. محامي رمضان صبحي يطمئن لاعب بيراميدز ويؤكد له أن كل ما يقال عن إيقافه 4 سنوات بسبب أزمة المنشطات ما هو إلا اجتهادات صحفية لا أساس لها من الصحة حتى الآن، بعدما عطل انتقال ديريك كوتيسا للأهلي في يناير الماضي. نادي سيرفت السويسري يعلن رحيل رينيه فايلر عن منصب المدير الرياضي للنادي بعد انتهاء الموسم. شركة أديداس الألمانية تحتفل بصلاح وتألقه الكبير في الموسم الحالي وتهدي اللاعب حذاء جديد مرسوم عليه طائر الليفر رمز مدينة ليفربول. نادي المنصورة يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في دوري المحترفين أسوة بما حدث في الدوري الممتاز. نادي ريال مدريد يعلن تعاقده بشكل رسمي مع تشافي ألونسو لخلافة أنشيلوتي. نهضة بركان المغربي يتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب نادي سيمبا التنزاني قبل أن يمثل المغرب في دوري الأبطال الموسم القادم. أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكورة: نواصل العمل على تطوير تقنية الفار في الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بزمن مراجعة اللقطات ليكون أسرع وأكثر فعالية. ورغم أن بروتوكول الفار لا يحدد زمن دقيق للمراجعة إلا أننا حريصون على أن تكون المراجعة دقيقة وضمن وقت معقول. الجماهير يجب أن تعلم أن التقنية لا تستخدم لمراجعة كل الحالات بل تقتصر فقط على 4 حالات محددة: الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء وحالات الخطأ في هوية اللاعب. والبعض يطالب بمراجعة كل اللقطات وهذا غير ممكن لأن البروتوكول لا يسمح بذلك. نحن كلجنة نجتمع مع حكام الفيديو قبل وبعد المباريات لتحليل الحالات ومناقشتها بهدف رفع مستوى الكفاءة داخل غرف الفار، والتقنية جاءت لمساعدة الحكام وليس للقضاء على الأخطاء بالكامل. هناك مدرستين في التعامل مع عقوبات الحكام، أحدهم تعلن العقوبات والأخرى تتجنب الإعلان، وأنا شخصيا لا أؤمن بسياسة التشهير ولا أريد تحميل الحكم عبء العقوبة علنا لأن ذلك قد يتسبب في ضغوط نفسية له. اللجنة لا تفرض عقوبات مباشرة بل تبعد الحكم الذي ارتكب خطأ جسيم عن إدارة المباريات لعدد من الجولات حسب الحالة. مصر تمتلك قدرات تحكيمية مميزة ويجب مواصلة تطويرها، وهدفنا في المقام الأول تطوير التحكيم لخدمة الكرة المصرية بشكل عام ثم التأهل للمشاركات الدولية. كرة القدم المصرية تلعب دور مهم على المستوى القاري والدولي سواء من خلال تأهل المنتخبات إلى كأس العالم أو مشاركات الأندية في المحافل الكبرى، ولذلك نعمل على تطوير التحكيم بالتوازي مع هذا التقدم.